هل بيجيلك وقت في يوم كده من الأيام وأنت بتتفرج على فيلم في التلفزيون تقول هو الفيلم ده نزل سنة كام؟ طيب هي السنة دي كان ايه الافلام اللي بتنافس الفيلم ده في السوق؟ وكان وضع الفيلم ده ايه؟ ويا ترى لو رجعت اتفرج على الافلام اللي في السنة دي هقيمهم بقد ايه؟ انا النهاردة هرجع ابص بصة سريعة على سنة 2010 واشوف الافلام المصرية اللي نزلت في ساعتها وهنقيمها بتقييم دلوقتي ونشوف الافلام دي عايشة ولا لا، وهنعمل 2011 و2012 وهكذا لحد ما نوصل لسنة 2022 السنة اللي خلصت. فيلا بينا نشوف الافلام اللي نزلت 2010. طيب احنا هنرجع نشوف الافلام وهنقسمها لقسمين، قسم افلام وحشة او افلام انا ما شفتهاش، وقسم للافلام اللي فعلا حلوة وتستحق. ونمسك بقى القسم بتاعت الافلام اللي حلوة وتستحق ونشوف الافلام دي كانت تأثيرها ايه ساعتها وتأثيرها ايه دلوقتي، ونختار ايه احسن فيلم في 2010. اول فيلم معانا هو فيلم 678 بطولة ماجد الكدواني ونيلي كريم. فيلم من الافلام المؤذية نفسيا، الفيلم من الافلام الكئيبة الى حد ما، لكن بيناقش قضية مهمة. وبحس ان الفيلم ده اندر ريتد شوية، ويمكن علشان هو بيتكلم في قضية حساسة جدا وممكن يبقى عليها شوية جدال، ففي ناس بتتجنب ان هي تخش في النقاش ده. لكن هو فيلم حلو جدا وهحطه في قائمة الافلام اللي ممكن تاخد فيلم السنة. تاني فيلم معانا هو فيلم رسائل البحر بطولة آسر ياسين وبطولة بسمة. الفيلم ده انا مش فاكر ان انا اتفرجت عليه كله، لكن انا مجمع قصته. تحس ان الفيلم ده كان ممكن يتعمل فيلم قصير او مشروع تخرج، مش حاسس ان هو ممكن يتعمل كفيلم سينما، وده على حسب ما انا اتذكر. فخليني ان انا اتجنب موضوع الشبهات ده واحطه في الافلام الوحشة او الافلام اللي انا ما شفتهاش. الفيلم اللي بعد كده فيلم زهايمر بطولة عادل إمام بطولة فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق. الفيلم ده نقلة للشخصيات اللي بيجسدها عادل إمام، شخصية الأب اللي سنه كبير العاجز اللي عنده مرض، ونوع من أنواع الأفلام اللي عادل إمام بيعتمد على موهبته في التمثيل أكتر من كاريزمة عادل إمام. الفيلم بصراحة كان حلو جدا وكان مبهر، وأنا ذات نفسي أعجبت بيه جدا وحبيته جدا، ومن الأفلام المحببة لقلبي، قصة وإخراج وتمثيل. طبعا ما انساش المشهد اللي أثر فيا جدا وأكيد أثر فيكم كلكم، مشهد الراحل سعيد صالح مع عادل إمام. ففيلم زهايمر طبعا بالتأكيد معانا في القائمة اللي فيها الأفلام المرشحة لفيلم السنة. الفيلم اللي بعد كده فيلم أحاسيس. والفيلم ده هيخش في القائمة الأفلام الوحشة واللي ما شفتهاش. وفي فيلم اسمه عصافير النيل، فيلم بطولة فتحي عبد الوهاب وعبير صبري على ما أظن. سمعتش عن الفيلم ده، شفت عنه كام مشهد، لكن في القائمة بتاعت الأفلام الوحشة اللي أنا ما شفتهاش. الفيلم اللي بعد كده فيلم لا تراجع ولا استسلام بطولة أحمد مكي وماجد الكدواني. طبعا مش محتاج أقول لكم إن الفيلم ده أسطورة من أساطير أفلام الكوميديا. أنا بحب الفيلم ده جدا، ومن الأفلام اللي بتضحكني في كل مرة بتفرج عليه. كل مره بتفرج عليه بلاقي حاجه اضحك عليها. مفيش نقاش ان احمد مكي اسطوره في الكوميديا والتمثيل، فما بالك لما يشاركوا الفيلم اسطوره في التمثيل والكوميديا برضو زي ماجد الكدواني. طلعوا فيلم عظيم زي فيلم لا تراجع ولا استسلام. فبالتاكيد فيلم لا تراجع ولا استسلام في القائمه اللي معانا اللي مرشحه لافلام السنه. الفيلم اللي بعد كده فيلم كلمني شكرا. فيلم من الافلام اللي انا مش فاهم ايه المغزى منه، ايه القصة اللي انت عايز توصلها لي. بحس انه فيلم سكتشات اكتر ما انه فيلم قصة. ما تشددش مع القصة وما قدرش يوصل لي المخرج عايز يوصل لي ايه. الفيلم فيه لقطات كوميدية، الفيلم فيه افيهات عمرو عبد الجليل المعروفة، لكن انا ما حبيتش الفيلم، فهيخش في القائمة بتاعت الافلام اللي مش حلوة. الفيلم الاخير معانا هو فيلم بنتين من مصر بطولة صبا مبارك وزينة. الفيلم ده انا فاكر ان انا اتفرجت عليه في سن صغير وتقريبا جالي اكتئاب حاد بسبب الفيلم ده، وكنت بخاف. كان مسوت لي الحياة اكتر ما هي سودة. كفايه كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ لكن ما اختلفش ان الفيلم ده فيلم بيناقش قضية مهمة جدا جدا ومحدش بيبص لها، ومن نوع القضايا بتاعت الافلام اللي فيه حساسية اننا نتكلم فيها مع انها قضية كبيرة وخطيرة. طبعا الفيلم حلو وهيخش معانا في قائمة الافلام المرشحة لافلام السنة. دلوقتي مرحلة اختيار فيلم السنة. 678
ولا زهايمر ولا لا تراجع ولا استسلام ولا بنتين من مصر؟ خلينا نستبعد الافلام الاول. لو احنا هنقسمهم مراكز من الرابع للاول، فانا هحط في المركز الرابع فيلم بنتين من مصر. الفيلم حلو، الفيلم جميل، لكن مش بمستوى الافلام الثلاثه الباقيه. في المركز الثالث فيلم 678. الفيلم حلو وجريء وجميل، لكن انا كمروان وتفضيلي الشخصي ما بحبش قوي الافلام السوداويه زياده عن اللزوم، حتى لو بتناقش قضيه مهمه، مع كل احترامي وتقديري لاي حد بيحب النوع ده. المركز الثاني صعبه. زهايمر ولا لا تراجع ولا استسلام؟ خليني اقول المركز الثاني يجي فيلم زهايمر. فيلم زهايمر من الافلام الجميله والعظيمه اللي انا بحبها، لكن فيلم لا تراجع ولا استسلام اللي هيجي في المركز الاول هو فيلم نقله في طريقه تقديم الكوميديا. يعني انت عايز توصل لي حكايه كوميدي كلها من اولها لاخرها، وفي نفس الوقت اطلع متعاطف مع الشخصيات ومتعاطف مع القصه، وطلع بتجربه جديده كنت مستمتع بيها. انا طبعا استمتعت بفيلم زهايمر زي ما استمتعت بفيلم لا تراجع ولا استسلام، لكن لا تراجع ولا استسلام كانت حاله خاصه جدا، وهو فيلم من المفضلين لقلبي والمؤثرين على طفولتي انا شخصيا، او السن اللي انا كنت فيه ساعه ما اتفرجت على الفيلم ده. فبالنسبه لي احسن فيلم في السنه هو فيلم لا تراجع ولا استسلام. لكن ده كان رايي، لو حد عنده راي مختلف يكتبه لي في الكومنتات. لو عجبتكم الحلقه دي دوسوا لايك وسبسكرايب وشير، واستنوا حلقه 2011. سلام.